بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب الصف الأول الإعدادي، أهلا وسهلا بكم. مكملين مع بعض شرح منهج العلوم للترم الأول لعام 2024-2025. يا رب يكون عام سعيد عليكم جميعا. معانا الدرس الأول التركيب الذري، خدنا فيه قبل كده طبعا جزئين، الجزء الأول والجزء الثاني. هسيب لكم الروابط بتاعتهم أسفل في الوصف. وبإذن الله معانا النهاردة الجزء الثالث والأخير من درس التركيب الذري. نبدأ على بركة الله. شفنا عندنا في الدرس السابق، عندنا قلنا ذرة أي عنصر يا شطار. عندنا لو فرضنا إن الذرة دي الرمز بتاعها إكس، فهلاقي عندي إن الذرة إكس ديت بتكون عندنا محاطة عندنا برقمين. رقم عندنا أسفل اليسار بسميه عندنا باسم العدد العدد الذري، ورقم عندنا بيكون أعلى اليسار بيسمى عندنا باسم العدد الكتلي اللي هو عدد النيوكلونات. فمثلا عندنا ذرة العدد الذري بتاعها هنا 11 وهنا 23، فبقول إن ال 11 ده يمثل معانا عدد ذري، والعدد الذري يمثل عندك حاجتين: يمثل عدد البروتونات الموجبة، وهو نفسه بيساوي عدد الإلكترونات السالبة، والعدد الكتلي بيساوي مجموع حاجتين: مجموع عندنا البروتونات ومجموع مين؟ ومجموع طبعا عندنا النيوترونات، الاتنين مع بعض بيكون عندنا حاجة تسمى العدد الكتلي. عشان أجيب عندنا عدد النيوترونات كنت بقول والله عدد النيوترونات بيساوي العدد الكتلي ناقص عندنا العدد العدد الذري. العدد الذري كنا بنرمز له بالحرف زد، العدد الكتلي بالحرف ايه. فعدد النيوترونات هيساوي الكتلي اللي هو ايه ناقص عندنا الذري زد. وفي المثال مثلا اللي معانا ده هقول 23 ناقص عندنا 11، يطلع عندنا عدد النيوترونات بيساوي كام؟ 12. وزي ما انت عارف ان النيوترونات متعادلة كهربيا. فدي كان اسمها عندنا الجسيمات دون الذرية، البروتونات والنيوترونات والإلكترونات اللي موجودين جوه النواة، البروتونات والنيوترونات. وحول النواة عندنا مين؟ عندنا الإلكترونات. وقلنا عندنا الإلكترونات بتدور عندنا في حاجة تسمى مستويات الطاقة، ودي لو كده مثلا تمثل عندنا النواة، وعدد مستويات الطاقة بيكونوا 7 مستويات طاقة. أول واحد تمام اسمه عندنا كي، تاني مستوى اسمه عندنا ال، ثالث مستوى هيكون عندنا اسمه ام، ثالث هيكون اسمه ام، الرابع هيكون عندنا اسمه ايه؟ كي ال ام ان، او بي كيو. دولت كام مستوى طاقة؟ 7 مستويات طاقة بتدور فيهم الإلكترونات حول حول النواة. فكنا بنقول إن أقرب مستوى طاقة إلى النواة هو المستوى K، وأبعد مستوى طاقة عندنا هيكون الكيو. كنا بنرتب مستويات الطاقة على حسب الطاقة بتاعتهم، فأقل مستوى في الطاقة هو الكي، وأعلى واحد هو الكيو، والال أكبر من الكي، والام طاقته أعلى من ال، والان أعلى من الام. قلنا بعد كده عندنا مستويات أو الإلكترونات اللي بتدور في مستويات الطاقة. كنت بحسب عدد الإلكترونات عندنا من العلاقة 2 نون تربيع، حيث الإن هنا أو النون بتمثل عندك إيه؟ رقم مستوى الطاقة. وكنا بنقول إن العلاقة دي تطبق لحد مستوى الطاقة مين؟ الرابع فقط، اللي هو هيتشبع عندنا ب 32 إلكترون، لأن الذرة لو أصبح فيها أكتر من 32 إلكترون في آخر مستوى تصبح عندنا الذرة غير مستقرة. ودخلنا بعد كده في التوزيع الإلكتروني، واتكلمنا على التوزيع الإلكتروني. لما بنيجي نوزع بنحط عندنا في أول مستوى طاقة 2، وبعد كده بنمشي تمانيات، مفيش مستوى بياخد أكتر من كام؟ 8. فالمستوى الأولاني لو الذرة عندها 2 هتاخد الاتنين. طب افرض الذرة مفيش غير إلكترون واحد، خلاص هتاخد الإلكترون الواحد. طب عندها 3 تحط في أول مستوى 2، وتاني مستوى الواحد اللي فاضل من الثلاثة. وهنا مستوى الطاقة التاني يتم يكمل 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 لحد ما يصل إلى كام؟ يصل إلى 8. في أكتر من 8 يروح بعد كده على مستوى الطاقة الكام؟ رقم 3. هنشوف بقى الجزء الجديد معانا النهارده، وهو هيكون عبارة عن تحديد عدد العدد الذري للعنصر بمعلومية التوزيع الإلكتروني له. قال لك والله لما تيجي توزع عندك الإلكترونات في مستويات الطاقة، لو أنت عايز تعرف العدد الذري للعنصر، اللي عليك بس إن أنت تجمع عدد الإلكترونات اللي موجودة في كل مستويات الطاقة. تمام؟
أجمع عدد الإلكترونات كلها يطلع لي مين؟ يطلع لي العدد الذري. طب إزاي العدد الذري هو عدد الإلكترونات؟ مش إحنا بنقول إن العدد الذري هو عدد البروتونات الموجبة؟ أيوه. طب ما البروتونات الموجبة بتساوي عدد مين؟ عدد الإلكترونات السالبة. فأنت لو جبت عدد الإلكترونات هي نفسها عدد مين؟ عدد البروتونات. بس البروتونات شحنتها موجبة موجودة داخل النواة، والإلكترونات شحنتها سالبة وتدور حول النواة. تعال ناخد مثال معانا عشان الكلام يكون سهل وما فيهوش أي مشكلة بإذن الله. يجي يقول لك تطبيق حساب العدد الذري لعنصر تدور إلكتروناته. الإلكترونات بتاعة العنصر ده بتدور في كم مستوى يا شطار؟ في 3 مستويات طاقة. 3 مستويات طاقة قد واحد، اتنين، تلاتة. 3 مستويات إيه؟ طاقة. ومستوى الطاقة الخارجي، كلمة الخارجي يعني آخر مستوى، آخر مستوى طاقة، بيحتوي على كم إلكترون؟ بيدور فيه 3 إلكترونات. بيدور فيه 3 إلكترونات، واحد، اتنين، تلاتة. كلام جميل. طب بالله عليك، عشان التالت مستوى الطاقة رقم 3 ده عشان يكون فيه إلكترونات، مش لازم الأولاني يكون فيه إلكترونات الأول والتاني بعد كده نروح للتالت؟ صح يا مستر. عشان كده مستوى الطاقة الأول ده بيتشبع بكام؟ بياخد 2، فلازم يكون في الأول فيه 2. والتاني بيتشبع بكام؟ 8، عشان اللي أكتر من 8 هوديه للمستوى الطاقة اللي بعده. فده يكون فيه كام؟ يكون عندك يا سيدي فيه 8 إيه؟ 8 إلكترونات. ويتفضل عندنا 3 في مستوى الطاقة الأخير. أنت عايز تعرف الإيه؟ عايز أعرف العدد الذري. العدد الذري هو مجموع أعداد الإلكترونات اللي بتدور حول النواة، فمجموعهم هيكون 2 زائد 8. 2 زائد 8 زائد 3، يطلع عندك العدد الذري للعنصر ده بكام؟ ب 13. يعني العنصر ده عنده 13 إلكترون سالب حول النواة، وعنده 13 بروتون موجب داخل النواة. عشان كده كنا بنقول إن الذرة متعادلة إيه؟ متعادلة كهربيا. سؤال تاني. ذرة عنصر تحتوي النواة، تحتوي نواته، النواة من جوه، على 39 نيوكلون. ما احنا قلنا الحاجات اللي جوه النواة اللي هي البروتونات زائد النيوترونات، دولت على بعض كده مجموعهم بيمثل حاجة اسمها العدد الايه؟ العدد الكتلي. وهو نفسه اسمه عدد الايه؟ عدد النيوكلونات. تمام؟ تمام. فلما اجي اقول لك 39 نيوكلون، يعني عدد مين ومين مع بعض؟ عدد البروتونات والنيوترونات مع بعض 39. الاتنين دول مع بعض كده مجموعهم 39. ماشي يا سيدي. وتدور إلكتروناته في 4 مستويات طاقة. 4 مستويات، أدي الأول، الثاني، الثالث، الرابع. ماشي. ومستوى الطاقة الخارجي بيحتوي على إلكترون واحد. قلت لك الخارجي يعني آخر مستوى، في كم إلكترون؟ في واحد. هو عشان الأخير يكون فيه إلكترون لازم اللي قبله يكون اتملى الأول. لا، إحنا بنملى مستويات الطاقة الأقل في الطاقة الأول. الأولاني بياخد كام يا شطار؟ 2. وبعد كده بمشي كام؟ تمانيات. 8 8. وتفضل هنا الواحد اللي بيقول لي عليه أهو، مستوى الطاقة الخارجي بيحتوي على إلكترون واحد. طب أنا لو محتاج أعرف العدد الذري، العدد الذري هو مجموع عدد الإلكترونات التي تدور في مستويات الطاقة. الأولاني فيه 2، والتاني فيه 8، والتالت فيه كام يا شطار؟ برضو 8. والرابع آخر مستوى فيه إلكترون. 2 و8 10، 18. 18 واحد 19 إلكترون. 19 إلكترون. طب لو قلت لك عايز عدد النيوترونات، مش انت بتقول لي عدد النيوترونات بيساوي العدد الكتلي ناقص العدد الذري، والعدد الكتلي هو عدد النيوكلونات اللي هو كام؟ 39. والعدد الذري كام؟ ما العدد الذري هو عدد البروتونات الموجبة داخل النواة، وهو نفسه بيساوي عدد الإلكترونات السالبة حول النواة اللي هو كام؟ 19. وبالتالي هيطلع عندك عدد النيوترونات كام؟ 39 ناقص 19، يطلع عندك 20 نيوترون. 20 ايه؟ نيوترون. يبقى انا اللي انا عايزه منك ان انت العدد الذري هو عدد البروتونات او الالكترونات، والعدد الكتلي هو نفسه عدد النيوكلونات، وهو نفسه بيساوي عدد البروتونات زائد النيوترونات. والحاجة الثالثة، لو أنا محتاج عدد النيوترونات هتروح تقول لي عدد النيوترونات بيساوي
بيساوي العدد الايه؟ العدد الكتلي ناقص العدد الذري. تعال نشوف الكلام ده. عندك رمز العنصر سي 612، وقلت لك سي ده رمز الكربون، لازم تكون حفظته. العدد الكتلي العدد اللي فوق 12، والعدد الذري العدد اللي تحت 6. عدد البروتونات هو نفسه العدد الذري 6، وعدد الإلكترونات هي نفسها عدد البروتونات 6، وعدد النيترونات هقول له والله الكتلي ناقص الذري، الكتلي 12 والذري عندك 6، يطلع عندنا عدد النيترونات بيساوي 6. تعالى المثال رقم 2. عندنا ذرة زي ال Na صوديوم 11 23، العدد الكتلي هو اللي فوق 23، العدد الذري اللي تحت 11، عدد البروتونات هو نفسه العدد الذري بتساوي عدد الإلكترونات. لو محتاج عندنا عدد النيترونات، تعالى بس نظبط اللي فوق دي كده عشان يبقى ايه الدنيا ماشية مع بعضها. نفس من الشمال لليمين، ماشي يا سيدي، من الشمال لليمين. هنقول عندنا هنا كام؟ قلنا الأولانية 12 ناقص عندك 6 بيساوي 6. طب بالنسبة للمثال رقم 2 تاني، لو أنا محتاج عدد النيترونات، هتقول لي العدد الكتلي 23 ناقص العدد الذري اللي هو عندك ال 11، يطلع عندنا عدد النيترونات 12. تعالى للمثال رقم كام؟ رقم 3. Ca وده رمز ذرة الكالسيوم 20 40، عدد الكتل العدد الكبير اللي فوق 40، العدد الذري اللي تحت 20، والعدد الذري هو نفسه عدد البروتونات 20، وهو نفسه بيساوي عدد الإلكترونات، بس دي كانت موجبة ودي سالبة، دي داخل النواة ودي بتدور حول النواة. عدد النيترونات أجي أقول لك والله بيساوي العدد الكتلي الكبير ناقص العدد الذري الصغير، يطلع عندنا عدد النيترونات في الذرة دي بتساوي كام؟ بتساوي 20. ملحوظة مهمة للناس الحلوة، والله خلي بالك، أنا شايف إن هنا الإيه عدد البروتونات بتساوي عدد الإلكترونات بتساوي عدد النيترونات في الحالة رقم 1، وزيها في الحالة رقم 3. هنا عدد البروتونات تساوي عدد الإلكترونات تساوي عدد النيترونات. إمتى الكلام ده بيحصل يا شطار؟ الكلام ده بيحصل في حالة لما يكون العدد الذري نصف العدد الكتلي، أو العدد الكتلي ضعف الذري. لو الذري نصف الكتلي أو الكتلي ضعف الذري، بتلاقي عدد البروتونات بيساوي عدد الإلكترونات يساوي عدد النيترونات. ولو عايز مثال كمان، خد مثلا ذرة زي المغنيسيوم Mg 12 24، تبص تلاقي عندها 12 دي بتمثل عدد ذري، عندها 12 موجب 12 بروتون موجب، وعندها 12 إلكترون سالب حول النواة، وعندها 12 نيترون متعادل داخل النواة. فعدد البروتونات بيساوي عدد الإلكترونات يساوي عدد النيترونات. إمتى الكلام ده بيحصل؟ لما يكون عندك العدد الذري نصف العدد الكتلي، أو العدد الكتلي ضعف العدد مين؟ ضعف العدد الذري. يا رب يكون الجزء ده واضح ومفهوم. تعال ناخد آخر جزئية معانا في الدرس الأول، وحاجة عندنا تسمى النظائر. تسمى الإيه؟ النظائر، أو إحنا بنسميها كده باسم التوائم، باسم الإيه؟ التوائم. فبيجي يقول لك لاحظ العلماء إن ذرات العنصر الواحد، مش كل العناصر، بعض العناصر قد يوجد لها صور مختلفة. إزاي يعني لها صور مختلفة؟ لها توائم كده زي ما يكون في 3 توأم، تمام؟ بس في اختلاف بسيط ما بينهم. فبيتفقوا الثلاثة دول، ذرات العنصر الواحد، بيتفقوا في حاجة وبيختلفوا في حاجة. بيتفقوا في إيه؟ قال لك بيتفقوا في العدد الذري، الرقم اللي تحت، يعني ما احنا العنصر أهو، العدد الذري اللي تحت والعدد الكتلي اللي فوق، يعني الثلاثة هيكون عندهم نفس الرقم ده، صح؟ اللي هو بنسميه اسم العدد الإيه؟ العدد الذري. طيب، ويبقى عشان الكلام ده ليه؟ لأنهم بيتساووا في عدد البروتونات، وبرضه هيتساووا في عدد الإلكترونات. امال بيختلفوا في ايه؟ بيختلفوا في العدد الكتلي. بيختلفوا عندنا في الايه؟ بيختلفوا عندك في العدد الكتلي فعلا، ده 14 وده 13 وده 12. طب مين اللي سبب الاختلاف ده؟ اللي سبب الاختلاف ده هو اختلاف عدد النيترونات، لان عدد البروتونات هو نفسه عدد الالكترونات، تمام؟ والعدد الكتلي مجموع بروتونات ونيترونات، والبروتونات ثابته، يعني انت عندك العدد الكتلي ده مجموع بروتونات زائد نيترونات، كده كده العدد البروتونات ثابتة. يبقى اللي فوق لما يتغير يبقى مين اللي اتغير؟ هو عدد مين؟ عدد النيوترونات. الصور دي
أو الأشكال ديت بسميها عندنا باسم الإيه؟ باسم النظائر. فالنظائر هي صور مختلفة من ذرات العنصر الواحد، كلهم اسمهم كربون، بس بيتفقوا في الإيه؟ في العدد الذري، ده 6 وده 6 وده 6، وبيختلفوا في الإيه؟ في العدد الكتلي، ده كربون 12، ده كربون 13، ده كربون 14. إيه السبب اللي خلاهم يختلفوا في العدد الكتلي؟ بسبب اختلاف مين يا شطار؟ اوعى تنسى، بسبب اختلاف عدد النيوترونات في نواة الايه؟ نواة الذرة. تعال ناخد مثال على الكلام ده. قال لك خد ذرة الهيدروجين. الهيدروجين لها نظائر؟ لها نظائر، لها 3 نظائر. نظائر الهيدروجين، عنصر الهيدروجين ده أبسط عنصر موجود عندنا في الطبيعة، لأن الهيدروجين العدد الذري بتاعه 1. تمام. له كم نظائر؟ 3 نظائر. أدي رقم 1، أدي النظائر رقم 2، أدي النظير رقم 3. ماشي يا سيدي. تعال نشوفهم بقى كده. رمز النظير رمزه إيه؟ H11. طب النظير الثاني H12. النظير الثالث H13. يبقى بيتفقوا في العدد الذري، هو نفسه العدد الذري ما بيختلفش. أمال بيختلفوا في مين؟ في العدد الكتلي. بسبب اختلاف مين يا شطار؟ بسبب اختلاف عدد النيوترونات. تعال نشوف بقى تركيب الذرة. والله ال H11 لو جيت سألتك عدد البروتونات كام؟ هتقول لي 1. طيب عدد الإلكترونات كام؟ 1، لأن البروتونات بتساوي الإلكترونات. طب عدد النيوترونات بتجيبه إزاي؟ عدد النيوترونات والله يا مستر بجيب العدد الكتلي وأطرح منه العدد الذري. طب الكتلي ب1 والذري ب1، 1 - 1 يطلع 0. تمام؟ وبالتالي الهيدروجين 11 ما عندوش نيترونات، ما عندوش إيه؟ ما عندوش نيترونات. تمام؟ طيب H11 ده بقى ليه اسم كده؟ اسمه عندنا النظير بقى H11 اسمه بروتيون. طب تعال نشوف بقى النظير الثاني H12. لو جيت قلت لك العدد الذري بكام؟ ب1، يبقى عنده كم بروتون؟ عنده والله بروتون 1. وكم إلكترون؟ إلكترون 1. تمام. طيب هنا العدد الكتلي بكام؟ ب2. تعرف تطلع لي عدد النيترونات؟ عدد النيترونات بيساوي الذري أطرحه من الكتلي. يعني 2 - 1 يطلع عندنا الديوتيريوم عنده كام نيترون؟ عنده نيترون 1. يبقى الديوتيريوم ديوتيريوم 1 2 عنده 1 بروتون، وعنده 1 نيترون، وعنده 1 إلكترون. فعلا الذري نصف الكتلي، أو الكتلي ضعف الكتلي، فهتلاقي أو الكتلي ضعف الذري، فهلاقي التلاتة قد بعض. بروتون قد النيترون قد الإلكترون. 1 بروتون، 1 نيترون، 1 إلكترون. طب تعال نشوف النظير الثالث H13. ده بيتفقوا في إيه؟ بيتفقوا في العدد الذري اللي هو 1. فعنده 1 ذري، ويبقى عنده 1 بروتون، وعنده 1 إلكترون. 1 بروتون، 1 إلكترون. أمال عدد النيترونات بيساوي العدد الكتلي ناقص الذري. الكتلي عندك ب3 يا بطل، والذري ب1. يطلع عندها كام نيترون؟ عندها 2 نيترون. هيكون عندنا تريتيوم من تراي 3، يعني ديوتيريوم من داي يعني 2. تمام. فاحنا عندنا كده الهيدروجين له كام نظير؟ له 3 نظائر. H11، H12، H13. خلي بالك H11 ما عندوش نيترونات. H12 كلك قد بعض، 1 بروتون، 1 إلكترون، 1 نيترون. H13 عنده 1 إلكترون، يبقى عنده 1 بروتون. دايما البروتونات قد الإلكترونات. أمال النيترونات عنده 2 نيترون، عنده 2 إيه؟ 2 نيترون. ماشي يا سيدي، كلام لذيذ. نيجي بعد كده. يتضح من الجدول السابق أن العدد الذري يتساوى مع العدد الايه؟ الكتلي. الذري اللي تحت مع العدد الكتلي اللي فوق في ذرة البروتيوم اللي هو كام؟ تمام. H1 كام؟ H11. H11. فالعدد الذري ب1، والعدد الكتلي ب1، الاتنين بيساووا بعض. تمام. وبالتالي عدد النيترونات يتساوى مع عدد البروتونات، بس في مين؟ الديوتيريوم اللي هو H12. طب عدد النيترونات ضعف، يعني مرتين قده، مرتين قد البروتونات مرتين، في ذرة مين؟ تريتيوم اللي هو H1 كام؟ H1 3.
هنا هيكون عدد النيوترونات الضعف. ما النتائج المترتبة على عدم احتواء نواة البروتيوم على نيوترونات؟ ما عندهاش نيوترونات، ده اللي خلى عندك ان العدد الذري قد العدد الكتلي. ماذا يحدث عند تساوي العدد الذري مع العدد الكتلي؟ لا تحتوي نواة الذرة على نيوترونات. يبقى النيوترونات بتنعدم او ما بتكونش موجودة لما يكون العدد الذري بيساوي عندنا مين؟ يساوي العدد الكتلي، لان عدد النيوترونات بيساوي العدد الكتلي ناقص العدد الذري. تعال نشوف تطبيق تاني على النظائر. عندنا ذرة المغنيسيوم، والمغنيسيوم رمزه Mg. Mg M كابيتال G سمول. تمام. المغنيسيوم ليه 3 نظائر. كلام جميل. هيتفقوا فيها بطل؟ والله يا مستر هيتفقوا في العدد الذري، كلك عندهم نفس العدد الذري. فالعدد الذري للمغنيسيوم 12. امال هيختلفوا في ايه؟ والله هيختلفوا في الرقم اللي فوق على اليسار اللي هو اسمه العدد الكتلي او عدد النيوكلونات. تمام. فاحنا عندنا مغنيسيوم و12 24، مغنيسيوم 12 25، مغنيسيوم 12 26. يبقى انا زي ما انا شايف كده ان الثلاثه بيتفقوا عندنا في العدد الذري، وهيختلفوا عندك يا بطل في العدد في العدد الكتلي بسبب اختلاف مين؟ اختلاف عدد النيوترونات. فبيجي يقول لك المغنيسيوم، نظير المغنيسيوم 24 اسمه ام جي 24، نظير المغنيسيوم 25 يبقى ام جي 12 25. ما احنا بنقول نظيره من العدد الكتلي، ما ينفعش اقول ذري لان كلك زي بعض في الذري. نظير المغنيسيوم 26 12 26. ماشي يا سيدي. مطلوب ايه؟ بيقول لك ما عدد النيوكلونات، النيوكلونات اللي هي البروتونات زائد النيوترونات في نواة ذرة كل نظير من نظائر النظائر المغنيسيوم. والله عدد النيوكلونات في المغنيسيوم 12 24 هيكون كام؟ هيكون 24. هيكون 24. وهنا 25. وهنا هيكون عندك كام؟ هيكون عندك 26. الجدول التالي يوضح عدد البروتونات والنيوترونات في أنوية ذرات بعض العناصر. عندنا ذرة العنصر 1 2 3 4 5. عدد البروتونات قدامك وعدد النيوترونات قدامك. السؤال بيجي يقول لك أي ذرتين تتماثلان، أي ذرتين تتماثلان نظيرين لعنصر واحد، أو تمثلان آسف أي ذرتين تمثلان نظيرين لعنصر واحد. طب مش إحنا قايلين إن النظائر النظائر مالها بتتفق فيه؟ عشان أعرف النظائر والله بتتفق في العدد الذري. تمام. والعدد الذري هو العدد أسفل اليسار. وبتختلف في إيه؟ تختلف يا حبيبي في العدد الكتلي. يبقى أنت دور لي على حد متشابهين في العدد الذري. العدد الذري، ما العدد الذري هو عدد مين؟ عدد البروتونات. متفقين؟ لا لا أيوه. تعالوا أنتوا كده رقم 2 ورقم 3 دول متفقين فعلا في العدد الذري اللي هو كام؟ 16. فهتكون هنا رقم 2 ورقم 3. 2 و3 يبقى الإجابة الصحيحة بتاعتنا رقم كام؟ رقم ج. لأن النظائر بتتفق في تتفق في العدد الذري وتختلف في العدد وتختلف عندنا في العدد الكتلي. تعال نشوف اختبر فهمك رقم 2 من كتاب الامتحان على الأسئلة ديت أو الجزء ده عشان المعلومة تثبت. اختر الإجابة الصحيحة. رقم 1. أي مما يلي يمثل التوزيع الإلكتروني لذرة الصوديوم Na11؟ Na11 لو جيت وزعتها كده على جنب لوحدي كده يا شطار، هبص أول مستوى أحط فيه كام يا شطار؟ 2. تاني مستوى آخره ياخد كام؟ لحد 8 لو موجود. 2 و8 10. يتفضل من ال 11 كام؟ 1. صح. يبقى احنا عندنا KLM أول مستوى في 2، تاني مستوى 8، تالت مستوى يكون في 1. دور لي على الكلام ده بقى كده. أول مستوى بيكون أقرب للنواة دي كده، عندك النواة أهي، يعني أنت بتعد مستويات الطاقة من جوه لبره. ده عنده مستويين طاقة بس، يا عم ده أنا عايز 3 مستويات طاقة. ده عنده مستويين طاقة بس، يا عم أنا عايز 3. ده 2 بس، يا عم الحاج أنا محتاج 3 مستويات طاقة. أيوه تعالى أنت، أدي 2. كلام جميل. أول مستوى طاقة وعد وراه برضه. ماشي. وادي 1 2 3 4 5 6 7 8 صح. واخر مستوى فيه الكترون واحد كمان صح. يبقى الاجابه الصحيحه عندنا رقم د. ما الرمز الكيميائي لعنصر الحديد؟ احنا عارفين ان الحديد بياخد حرفين، حرف الاف مع حرف الاي. اف كابيتال اي سمول. علما بان نواه ذراته تحتوي على 26 بروتون. ما البروتون العدد الذري؟ يبقى العدد الذري تحت.
وعندها 30 نيوترون. انا عايز بقى الرقم اللي فوق ده يا بطل. ما الرقم اللي فوق يا مستر ده مجموع حاجتين، مجموع البروتونات والنيوترونات. البروتونات هو الراجل بيجي يقول لك 26، والنيوترونات بيقول لك 30، لو جمعتهم مع بعض هيطلع عندك ب 56. يبقى انت دور لي على الرمز اف اي 26 56، هتكون الاجابه الصحيحه رقم كام يا ابطال؟ رقم ج. ماشي يا سيدي، تعال الرقم 3. ان شاء الله مع حل التدريبات هتلاقي بقى المعلومات تثبت معاك كده، حل كتير تلاقي المعلومة تثبت معاك ان شاء الله، هتلاقي الدنيا حلوة بإذن الله وجميلة زيك كده. رقم 3، أي ذرتين مما يلي تمثلان نظيرين لعنصر واحد؟ والله النظائر بتتفق في العدد الذري وتختلف في العدد الكتلي. طب تعالى نجيب الذرة رقم واحد، عندها أول مستوى طاقة فيه كام؟ أدي إلكترون وأدي إلكترون، وعندها 3 إلكترونات، عندها 3 إلكترونات، 2 1. يبقى مثلا الذرة دي لو فرضنا إنها إيه وعندها تحت 3 إلكترونات، أنا ماليش دعوة بالعدد الإيه الكتلي، أنا عايز أجيب العدد الذري عشان لقوم شبه بعض. هنا الذرة ديت لو فرضنا إنها اسمها بي، عندها كام إلكترون؟ 1 2 3 4 4. تمام. الذرة مثلا سي عندها كام إلكترون؟ أدي 1 2 3 حبيبتي. الذرة رقم دي عندها كام إلكترون؟ 1 2 3. 1 2 كام؟ 3. تمام. تمام يا سيدي. طيب مين بقى عندنا النظائر؟ قلنا النظائر بتتفق فين؟ تتفق في العدد الذري وتختلف في العدد الايه؟ في العدد الكتلي. تمام؟ يبقى احنا كده تلقائي كده انا هستبعد دي، صح؟ لان هنا مختلفة. مشكلتي دلوقتي مع A وسي ودي لان كلك عندهم 3. طب تعالى نجيب العدد الكتلي. العدد الكتلي هنا نيترونات كام؟ 4. 4 و3 يبقى المفروض الكتلي هنا 7. تمام. طيب هنا عدد النيترونات كام؟ 3. 3 و3 هيبقى عندك 6. طب هنا عددنا كام يا شطار؟ 2 نيترون و2 بروتون، ده هنا العدد الكتلي ب4. بس خلي بالك في مشكلة في الشكل رقم 4. إيه مشكلة الشكل رقم 4 يا شطار؟ تعالى ركز لك كده في الشكل رقم 4. قال لك والله مشكلة الشكل عندك رقم 4 لو جيت ركزت فيه كده هتلاقي جواه كام؟ جواه 2 بروتون، فعلا 2 بروتون، بس بره 3 إلكترونات. فبقول له أنت خطأ يا عم أصلا، لأن عدد البروتونات المفروض يساوي عدد مين؟ يساوي عدد الإلكترونات. بس للأسف الإلكترونات بره عددها 3 وانت جواك 2 بروتون، فانت كده الشكل ده اصلا خطأ، الشكل ده رقم 4 كام؟ اصلا خطأ. وبالتالي الاجابة الصحيحة هتكون عندنا الشكل رقم كام وكام؟ الشكل رقم 1 والشكل رقم 3، دول هيكون عندنا الاجابة الايه الصحيحة 1 و3، فهتكون الاجابة الصحيحة رقم ب. سؤال كويس ان انا ببص داخل النواة لازم يكون عدد البروتونات يساوي عدد الالكترونات. سؤال رقم 4، أي مما يلي يمثل رمز أحد نظائر العنصر X 26 56؟ والله يا مستر النظائر بتتفق ها في الرقم اللي تحت اللي هو العدد الذري، وتختلف في العدد الكتلي، تختلف في العدد الكتلي. دور لي بقى على حد عنده 26. 26 تحت لا، 26 تحت لا، 26 تحت برضه لا. أيوه 26 أهو عدد ذري، لأن النظائر بتتفق في الإيه؟ في العدد الذري وتختلف في العدد الإيه؟ الكتلي بسبب اختلاف في عدد الإيه؟ في عدد النيوترونات. تعال نشوف السؤال رقم 5. السؤال رقم 5، ذرة عنصر ما، أي عنصر تتوزع إلكتروناته في 3 مستويات. في كم مستوى يا شطار؟ 3 مستويات. أدي مستوى رقم 1، مستوى رقم 2، مستوى رقم 3. 1 2 3. تمام. ومستوى الطاقة الخارجي يحمل 3 إلكترونات، يبقى آخر مستوى فيه 3. هو أنت أصلا عشان يكون فيك 3 لازم الأولاني يكون تشبع ب2 والتاني خد 8 والباقي وديته للتالت. كلام جميل. وتحتوي نواته على 14 نيترو. 14 نيترو. طب ما تيجي تجيب لي العدد الذري يا بطل. العدد الذري يا مستر اللي هو زد ده بيساوي مجموع أعداد الإلكترونات اللي بتدور بره. فاجي أقول لك 2 زائد 8 زائد 3 يطلع عندك العدد الذري بكام؟ ب 13. وعدد النيترونات بكام؟ عدد الذري اللي هو زد وعدد النيترونات عندك بيساوي كام؟ بيساوي 14. هعطيها لك اهي.
طيب لو فرضنا إن العنصر ده مثلا رمزه X، هنا في رقم اسمه Z ورقم فوق اسمه A، ذري وكتلي. الذري كام؟ الذري 13. طب الكتلي ده مجموع البروتونات والنيوترونات. بروتونات عندك هي نفسها عدد الإلكترونات، والنيوترونات ب 14، أجمعهم مع بعض يطلع عندي 27. يبقى الرقم اللي تحت كده 13، والرقم اللي هيكون مكتوب فوق هيكون كام؟ 27. دور لي بقى كده على الزد ب 13 والايه ب 27. زد ب 13، زد ب 13، الزد ب 13 ايوه، والايه ب 27. فهتكون الاجابه الصحيحه عندنا رقم كام؟ رقم ب. رقم ايه؟ رقم ب. بكده نكون انتهينا الحمد لله من شرح الدرس الأول كاملا من كتاب عندنا إلى أضواء وكتاب الامتحان، وحلينا اختبر فهمك من كتاب الامتحان. نروح مع بعض كده بسرعة نحل برضه اختبر فهمك حاجات صغيرة كده من كتاب الأضواء عشان تثبت المعلومة. وفي الفيديو القادم بقى إن شاء الله عندنا تدريبات كتير جدا من كتاب الامتحان على الدرس الأول. التدريبات دي هتفيدك جدا. كتر حل الأسئلة هيفتح دماغك كده وهيثبت معاك المعلومة بإذن الله، ومش هتلاقي حاجة صعبة خالص. أهم شيء إن أنت تعرف تطلع الفكرة صح من السؤال. استنانا في الفيديو القادم بإذن الله، ومكملين مع بعض الفيديو ده إجابة طبعا عندنا الأضواء اختبر فهمك. بإذن الله هنشوف مع بعض عندنا أسئلة كتاب الأضواء تطبيق رقم 1 وتطبيق رقم 2 على التركيب الذري للمادة. السؤال رقم 1، اختر الإجابة الصحيحة. 1 الفرق، يعني هطرح العدد الكتلي والعدد الذري. والله لما بطرح عندنا العدد الذري بطرحه من العدد الكتلي بيطلع لي مين يا شطار؟ عدد مين؟ عدد النيوترونات. تمام. عنصر نقط يدخل في تركيب سماد NPK ويلزم لاخضرار أوراق النبات. أنت عارف إن سماد NPK بيدخل فيه مركبات، من ضمن المركبات دي بيدخل جواها عناصر النيتروجين والفوسفور، وعندك طبعا الايه؟ عندك الكي اللي هو البوتاسيوم. ويلزم لاخضرار أوراق النبات أي عنصر في دولت. والله بيحتاج عندنا عنصر مين؟ عنصر النيتروجين. الرمز الكيميائي لذرة البوتاسيوم، بوتاسيوم الرمز الكيميائي بتاعها هيكون عندنا مين؟ هيكون عندنا K. السؤال التالي رقم 4، يعتبر نموذج نقط أول نموذج للذرة على أساس تجريبي. والله اللي كان على أساس تجريبي هو كان نموذج طبعا العالم مين؟ العالم رازرفورد. رقم ب، علل نواة الذرة موجبة الشحنة. والله النواة بتاعة الذرة جواها نوعين من الجسيمات. جواها عندنا بروتونات موجبة، وجواها نيوترونات متعادلة. والمتعادل ده شحنته النسبية بزيرو، ملوش تأثير على الشحنة خالص. وبالتالي مين اللي هيأثر على شحنة النواة؟ البروتونات. عشان كده بقول لك إن نواة الذرة موجبة، لأنها بتحتوي بداخلها على بروتونات موجبة ونيوترونات متعادلة. السؤال رقم 2، في نواة ذرة العنصر يكون غالبا عدد نقط أكبر أو يساوي عدد البروتونات. هيكون عدد مين؟ عدد عندنا الكتلي أكبر من الذري، وبالتالي لما أطرحهم من بعض هيطلع على عدد النيوترونات، فبيكون غالبا عدد النيوترونات أكبر أو يساوي عدد الإلكترونات. 2 عنصر نقط يلزم لتقوية عندنا جذور النباتات. طبعا هيكون عندنا عنصر مين؟ عنصر الفوسفور اللي هو B. بينما عنصر نقط يلزم للنمو الصحي للنبات. طبعا عندنا عنصر مين؟ عنصر البوتاسيوم اللي هو رمزه K. النسبة بين كتلة الإلكترون إلى كتلة البروتون. كتلة الإلكترون كانت 1/1836، وبالتالي نقط الواحد الصحيح تمام هتكون طبعا أقل. لما تقسم مع رقم صغير على رقم كبير بيطلع أقل من الإيه؟ أقل من الواحد الإيه؟ أقل من الواحد الصحيح. تمام؟ ماشي. أو 1836 البروتون أكتر من الإلكترون. كم مرة؟ 1836 مرة كتلة البروتون أو كتلة النيوترون أكتر من كتلة الإلكترون 1836 مرة. البروتونات جسيمات موجبة الشحنة، بينما نقط سالبة هتكون طبعا عندنا مين؟ هتكون عندك الإلكترونات سالبة الشحنة. ماذا يحدث عند تساوي العدد الذري مع العدد الكتلي؟ عندك ذرة اسمها إكس، عندها طبعا الكتلي قد الذري، واحد وواحد. تعال اطرحهم من بعض
يطلع عندك عدد النيوترونات بيساوي زيرو. وبالتالي لما يكون عندك العدد الذري بيساوي العدد الكتلي، عدد النيوترونات يساوي زيرو أو لا تحتوي هذه الذرة على نيوترونات. السؤال رقم 3 صح وخطأ. رقم 1 الرمز الكيميائي لعنصر الهيليوم H، لا ده كده الهيدروجين، أما الهيليوم رمزه عندنا HE. إجابتك كلامك خطأ. في ذرة المغنيسيوم 12 24 يتساوي العدد الذري مع العدد الكتلي. يا عم الذرة 12 والكتلي 24، الكلام ده ما بيحصلش بس إلا في ذرة الهيدروجين. رقم 3 الإلكترونات أصغر المكونات دون الذرية من حيث الكتلة، صح. 4 توجد النيوترونات في النواة وتحمل شحنة موجبة للنص الأولاني، صح، بس النص الثاني خطأ لأن النيوترونات متعادلة. ما معنى أن العدد الكتلي للأكسجين يساوي عندك كام؟ 16. طبعا عدد الكتل هتشيله وتكتب التعريف بتاعه، أي أن مجموع عدد البروتونات وعدد النيوترونات هيساوي كام؟ يساوي عندك 16. نروح برضو معانا تمرين رقم 2 على التركيب الذري، نشوف التدريب ده معانا. تدريب أو تطبيق رقم 2. عنصر مستوى الطاقة الخارجي له N، وأنا عارف إن N ده مستوى الطاقة كام؟ رقم 4. يبقى هو عنده 4 مستويات طاقة. كلام جميل. يحتوي على إلكترون واحد، ال N ده الرابع ده عنده إلكترون واحد. طب الرابع عشان يكون فيه إلكترونات لازم الأول يكون خد حجبه والتاني والتالت. يكون العدد الذري كام؟ بجمع ده كله هيطلع عندك 19. تتفق جميع ذرات العنصر الواحد، كل ذرات العنصر الواحد بتتفق في ايه؟ والله بتتفق عندك في العدد الذري اللي هو عدد مين؟ عدد البروتونات أو عدد الإلكترونات. لا تنطبق العلاقة اللي بنحسب منها عدد الإلكترونات اللي بيتشبع بها كل مستوى طاقة رئيسي، اللي هي العلاقة 2n سكوير أو 2 نون تربيع على المستوى كام؟ هي آخرها الحد الرابع، والرابع اسمه n. يبقى من أول الخامس والسادس والسابع لا تطبق عليهم، اللي هو عندك المستوى رقم B. الكي رقم 1، M رقم 3، الN رقم 4. تحتوي نواة ذرة الكالسيوم على 20 بروتون، ماشي. وتكون طاقة الإلكترون فيه أكبر ما يكون في مستوى الطاقة رقم كام؟ والله هي عندها 20 بروتون، يبقى برضه عندها 20 إلكترون، لأن عدد البروتونات الموجبة يساوي الإلكترونات السالبة. لما تيجي توزع ال 20 هتلاقي عندك 2 8 8 2. هو بيسألك بقى على إيه؟ تكون طاقة الإلكترون فيه أكبر ما يمكن. والله هنا النواة، وكل ما ببعد عن النواة طاقة المستوى بتزيد، وطاقة المستوى بتساوي طاقة الإلكترون. فأكيد ده المستوى رقم 1 2 3 4. أكتر واحد في الطاقة أو أعلى واحد في الطاقة هو رقم 4. تمام. وبالتالي هتكون في المستوى رقم الرابع. وأقل واحد في الطاقة اللي هي الإلكترونات الموجودة في مستوى الطاقة الأول. علل تتفق مظاهر العنصر في العدد الذري وتختلف في العدد الكتلي بسبب طبعا اختلاف عدد مين؟ اختلاف عدد النيوترونات. أكمل. 1 يرمز لمستوى الطاقة الرابع اسمه عندك N وياخد حرف كابيتال، بينما يرمز لمستوى الطاقة السادس هيكون رمزه إيه؟ إحنا عندنا K L M N O B Q. تمام؟ كلمني O B Q، كلمني O B Q. تمام؟ طيب السادس هيكون هو اسمه مين؟ اسمه عندنا B. النظائر صور مختلفة لذرات العنصر تتفق فيه العدد الذري وتختلف فيه العدد الكتلي. يملأ المستوى الطاقة M بالإلكترونات قبل مين؟ قبل اللي بعده. احنا عندنا ده هيتملى قبل مين؟ يتملى قبل الN. تحدد عدد الإلكترونات اللازمة لتشبع مستويات الطاقة الأربعة الأولى من العلاقة 2n سكوير. اكتب التوزيع الإلكتروني لذرات العناصر الآتية: صوديوم 11 23. والله أجي أقول له مستوى الطاقة الأول 2 والثاني 8 والثالث 1، أنا بوزع الرقم اللي تحت. وهنا الكالسيوم 20 بنفس الفكرة 2 8 8 2. عايز ترسمها بقى دوائر وتحط الإلكترونات برضه مفيش مشكلة. السؤال رقم 3 صوب ما تحت الخط. رقم 1 يتشبع مستوى الطاقة L. استنى عن كي ال ده الثاني بياخد الأولاني بياخد 2 والتاني 8، هشيل التلاتة واكتب 8.
تقل طاقة المستوى كلما ابتعدنا عن النواة؟ لا والله، بتزداد كلما بتبعد عن النواة. ينعدم وجود النيترونات في نواة مين؟ ذرة الهيدروجين H11 اللي هو البروتيون. أنوية ذرات العنصر أو نظائر العنصر واحد تحتوي على نفس العدد من الإيه؟ من الإلكترونات أو البروتونات. ادرس الشكل المقابل. تعال، مستوى الطاقة الأول كي في 2، الثاني في 8، الثالث في 1. ماشي يا سيدي. العدد الذري هو مجموع أعداد الإلكترونات، هتبص تلاقيهم 11. العدد الكتلي كام؟ عدد الكتلي ده مجموع البروتونات زائد النيترونات. ما هو البروتونات عندك أهو، دي النواة جواها 11، والنيترونات المتعادل 12، اجمعهم يطلع عندك بكام؟ 23. يبقى العدد الكتلي 23. عدد مستويات الطاقة المشغولة بالإلكترونات، أدي أول مستوى، ثاني مستوى، ثالث مستوى. يبقى عدد مستويات الطاقة اللي فيها إلكترونات كام؟ 3 مستويات طاقة. الحمد لله كده انتهينا من شرح الدرس الأول وإجابة بعض التدريبات من كتاب الامتحان. وكتاب عندنا الأضواء. الفيديو القادم مهم جدا 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 جدا، هنحل فيه طبعا تدريبات عندنا كتاب الامتحان وتدريبات كتاب الأضواء أيضا. قد كثرة حل الأسئلة هيثبت معاك المعلومة يا بطل. يا رب تكون استفدت من الفيديو. لو استفدت ما تبخلش علينا بالاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو، وتشترك معانا في جروب الواتساب ليصلك كل ما هو جديد. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.